مواسم الأجازات أهم ما فيها أن بيتوفر فيها وقت كتير. لو عندي أبناء في الدراسة فممكن ينتظم وقتهم ما بين ذهاب للدراسة أو للجامعة وانتظام النوم وانتظام الطعام، وبيبقى ساعات النوم جميلة جدا وربما يرغب الأبناء في إطالتها. مع مواسم الأجازات بيتسع الأمر عند المراهقين والشباب لفكرة الرغبة في تجريب أشياء جديدة. إريك إريكسون عالم التحليل النفسي الأمريكي كان دايما يقول أن المراهقة والشباب هي مرحلة تجريب الأدوار. يعني أنا أدعو الآباء والأمهات لملاحظة أبنائهم المراهقين والشباب، سيجدوا أنهم في أسبوع أقرب ما يكونوا إلى التدين، في أسبوع آخر هيكونوا يسعون إلى علاقات جديدة. ربما لو كانوا بنات أو ذكور يفكروا في العلاقات الرومانسية. يعني نحن نرى في الشباب في اليوم الواحد وربما في الساعة الواحدة ربما نرى الفصول الأربعة، نرى تغير ونرى تبدل ونرى تحول، ربما لا نرى له داع. ربما نرى في أسبوع طاعة شديدة للأب والأم، وربما في أسبوع آخر أو في أيام أخرى نرى رغبة في التمرد وحالة من الضيق من الأوامر ومن سلطة الأب وسلطة الأم وسلطة الكبار في المنزل. إشكالية الأجازات أنها توفر الوقت، وبالتالي إذا كان تجريب الأدوار يكون محدود أثناء الدراسة، ففي الأجازات يكون الرغبة في تجريب أشياء جديدة وخبرات جديدة يزيد بدرجة كبيرة لدى الأبناء. هو التساؤل لماذا يغلب على مرحلة الشباب فكرة تجريب الأدوار؟ واقع الأمر كثير من الآباء والأمهات ينسون أنهم في عمر أبنائهم كانوا يسعون إلى تجريب أشياء جديدة وأفكار جديدة وخبرات جديدة، وحينما يصبح الإنسان أب أو أم ينسى أنه مر بهذه التجارب ويريد أن يسير ابنه أو بنته على نفس البرنامج الذهني الذي يفكر فيه هو شخصيا، أي الأب أو الأم، بغض النظر عن البرنامج العقلي الذي يفكر فيه الأبناء والبنات. لماذا يجرب الابن والبنت المراهقين والشباب أدوار جديدة وأفكار جديدة؟ أعتقد أن مرحلة المراهقة هي مرحلة انتقالية. المراهقة والشباب مرحلة انتقالية، لا يظل الإنسان فترة طويلة مراهق ولا يظل الإنسان فترة طويلة شاب، وإنما هي الفترة من 18 ل 30 سنة تعتبر مرحلة المراهقة والشباب. فمرحلة المراهقة والشباب مرحلة انتقالية، الإنسان يجرب خبرات كثيرة، يجرب أفكار كثيرة، يجرب مواقف كثيرة، يجرب حتى تسريحات شعر وملابس جديدة، حتى في النهاية يستقر على هذه الجملة: لقد عرفت من أنا. التساؤل هنا إذا عرفنا أن المراهقة والشباب هي مرحلة تجريب أدوار، يعني نجرب حتى تتكون الشخصية بشكل شبه مكتمل مع نهاية مرحلة الشباب وبدايات الرشد. التساؤل هنا كيف يتعامل الأب والأم مع الفصول الأربعة التي يراها من ابنه يوميا وأسبوعيا. نرى من الابن مرحلة الربيع، أي الهدوء والطاعة والألفة والعزوبة. نرى منه مرحلة الخريف، حالة من الكسل والتراخي. نرى منه مرحلة الصيف الشديد الحار، التمرد. علينا أن نتحرر كآباء من الزمن، علينا أن ننسى البرنامج الذهني الخاص بنا ونعيش البرنامج الذهني الخاص بالأبناء. علينا أن نتكيف معهم وأن نعدلهم تدريجيا وببطء شديد لكي يعلموا أننا نحترم أفكارهم وبرامجهم العقلية لكي يمروا من هذه المرحلة بسلام.